الحق سبحانه وتعالى أعلن طرده من رحمته، سماه رجيما مبعدا. ليه؟ لأنه ليس عاصيا فقط، إنما عاص حكم الله عليه بأنه مطرود من الرحمة. قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. انظروا جلال القسم حتى من إبليس، لم يجد منفذا إلى الخلق إلا بعزة خالقهم عنه، وقال إلا عبادك منهم المخلصين. ما يقدرش يبقى لي السلطان عليه. طرق إغوائه ستنحصر فيما يأتي. قال له أنا لا أقعد لهم على طريق الشر، لأن طريق الشر غير محتاج إليه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قالش هقعد على الطريق المعوج، لأن الطريق المعوج لا يحتاج إلى الشيطان لأنه شيطان. انتهت المسألة. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم، ومن خلفهم الجهة الثانية، وعن أيمانهم هذه الجهة الثالثة، وعن شمائلهم هذه الجهة الرابعة. والجهات كما تعلمون 6، أين الفوق وأين التحت. إذن هو هيجي من أمام، يجي من خلف، يجي من يمين، يجي من شمال، مع أن الجهات 6. والفوق والتحت لم يذكر لهم، لأنه يعلم جيدا أن من تمثل الفوقية الإلهية والتحتية العبودية لا يتأتى له الشيطان أبدا. نمقية ما جاش، تحتية ما جاش، فإذن الجهتين دول لم يأتي إبليس من جهتهم أبدا. من غفلة الشيطان أنه دلنا طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالمؤمن. إذا كان الشيطان بهذه المثابة فيجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان مهمته أن يخلخل فيك منهج الله. الشيطان مش خلق الله، خلق الله، وأنت خلق الله. من الممكن لخلق الله أن ينفرد بخلق الله، يبقى الأول قوته. ما داموا الاثنين بعيدين عن الخالق لهم، إنما أي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه. متى يقدر عليه؟ إذا انفرد به دون خالقه. إذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، علشان تنفد منه تعمل ايه؟ تستعيذ بالله اللي خلق الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله. روح منع لك العملية من أولها. إنما حين يذهب واحد من الخلق إلى خالقه ويرتمي في أحضانه، يبقى الثاني ما يقدرش عليه أبدا. يبقى إذن يقدر البشر على البشر متى؟ إذا بعد عن الله مع الأول. ولما يكونوا الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش. هيتخانقوا ليه؟ الاثنين موصولين بالله ما فيش فيه خناق. حين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.